عسلامة ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله يا ربي تعجبكم. الريسيت متاعنا اليوم كما قاعدين تشوفوا كعيبة متاع بريك الدنوني يعملوا 66 كيف. العجينة خفيفة برشا، لحشو كيف بنين. ما نطولش عليكم ونتعدي مع بعضنا للمقادير وطريقة التحضير. وللعجينة باش نستحقوا 200 جرام متاع سميد أرطب، حطيت لهم شطر مغرفة صغيرة ملح، 100 جرام فارينة، هوني خديت 100 جرام زبدة ذوبتها فوق النار ونحيت لها الحليب متاعها الكل وميل العجنين. أول حاجة باش نخلط المكونات الجافة الكل مع بعضها، السميد والفارينة وشوية الملح، ومن بعد باش نزيد الزبدة متاعي الذايبة. بالحق يتنحيوا لها الحليب، الزبده هي اللي باش تعطيكم الهشيشه متاع البات متاع البريك الدانوني متاعنا. ونبدا ندخل في الزبده الذايبه في وسط الفارينه والسميد حتى لين يشربوا الكل. نحاول نعملوا لها كيما هكا البات سابلي، ومن بعد نبداو نزيدوا في الماء متاعنا بشويه حتى لين نتحصلوا على عجينه متماسكه. الماء نزيدوها بشويه حتى لين نتحصلوا على عجينه. ما نزيدوش كميه الماء الكل. اني تقريبا خذيت لي كيس متاع 100 مليلتر هكاكا، وانتم والنوع السميد والفارينه متاعكم. نحيتها من البول وعجنتها شويه على بلان دو ترافاي حتى لين هكا تماسكت بالكدا، ومن بعد خليتها ترتاح في الفريجيدير حتى حضرت الفاخس متاعي. وفي مقلة فوق الغاز حطيت شوية زيت، قصيت بصلة متوسطة معها سنة متاع ثوم، قليتهم هكا شوية فوق الغاز، ومن بعد حطيت فوقهم اللحم المفروم. هوني تقريبا يطولي خديت 200 جرام هكاكا على قد الكمية اللي متاع البات. نقليه كيف مع البصل حتى لين هكا يطيب شويه، ومن بعد باش نزيدوا الفاحات. حطيت ملح، فلفل اكحل، شويه كركم، شويه فلفل زينه، وشويه راس حانوت كان تحبوا. فوحتهم هكا شويه، خليت اللحم حتى لين شيح كومبليتمون من الماء نتاعو وطاب. ومن بعد بيان سور تخليوها يبرد بالكدا باش كي نجيو نحشيو كعبة البريك الدانوني ما يتقطعناش البات متاعنا. من بعد خرجت البات متاعي من الفريجيدير. هوني حطيت شويه سميد على البلان دو ترافاي، حليت كما قاعدين تشوفوا بالقلقال العجينه متاعي، ومن بعد بلامبورت بيس هذوما بيان سور الكبر اللي تحبوا عليه. عملت هكا كويرات قد ومن بعد باش ناخذ لاباري متاع البريك الدانوني. تنجموا زيدا حتى تشكلوها حتى بيديكم، اني زيدا كيف حطيت فيها شويه سميد لاباري باش ما يلصقليش البات. فوالا كما قاعدين نشوفوا نحطوا مغرفه صغيره من الفاخس متاعنا. حاولوا ما تعبيوهش برشا باش الفاخس ما يخرج لكمش بعد وتتسكر بالكدا. شوفوا هوني كيفاش باش تجيني الكعبه مستويه ومرطوبه بالحق. فوالا باش نعاود كعبات اخرين قدامكم كيف بنفس الطريقه. حطيت سميد شويه هكا رشيته على لاباري، حطيت مغرفه فاخس وسكرت عليها بالكدا. ونسيت باش نقول لكم بكري في الفاخس نتاع اللحم بعد ما بردت بالكدا زدتها شويه بندق، اختياري لكم انتم كان تحبوا بيان سور تزيدوها شويه بندق ولا اي نوع نتاع فيكي عندكم. بعد ما شكلت الكعيبات متاعي الكل خليتهم يرتاحوا شويه في الكونجيلاتور. بالحق كيف تحطوها في الكونجيلاتور ومن بعد تخرجوها باش تقليوها شده روحها بالكدا. فوالا توا في زيت سخون قليتهم كعيبات البريك متاعي، جيو دوغي ما شاء الله يسر مزيانين. والاستيوس متاع الكونجيلاتور راهي ديما تنجح في اي بات وفي اي حاجه تحبوا تقليوها باش تجيكم مرطوبه. حطوها شويه حتى نص ساعه في الكونجيلاتور هكا تشد روحها حتى كالفاخس ما يخرجش وتجيكم مرطوبه. ولا هكا وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا. بالحق البريكات جاو ياسر بنين، البات هشوشة ما نقولكمش. ولا تنجموا تشوفوا وحدكم. بالحق الزبدة زيادة ذايبة ومنحية منها الحليب تساعد باش البات تجيكم هشوشة. روسيت ناجحة ان شاء الله 100%.
وتوا وصلنا نهاية الفيديو متاعنا. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنسيوش كان جربتوها وعجبتكم ترجعوا لي على الكونت انستغرام متاعي، نفرح برشا كيف يجوني لي روتور متاعكم. تو ان شاء الله نحط لكم اللين تحت الفيديو في البار دانفو. وتوا ما بقى كي نخليكم في امان الله وحفظوا